السلام عليكم. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة وحقيقية حصلت بالفعل من حكاوي تيتا المرعبة. قبل ما نبدأ قصة النهاردة إن شاء الله بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. نبدأ قصتنا نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. القصة دي قصة حقيقية حصلت بالفعل في محافظة الشرقية. القصة دي قلبت الرأي العام كله في مصر بل وفي الوطن العربي كله. القصة دي حصل فيها حاجات تفوق قدرات العقل البشري، حصل فيها ما يشبه المعجزة. عصر المعجزات انتهى، لكن اللي حصل في القصة دي يشبه المعجزة. القصة دي فيها ميت صحى وتحرك لمدة 21 يوم، وفيها شخص ظهر لأشخاص محبوسين جوه قبر، أطعمهم ولعبهم وشربهم. ايه اللي حصل في القصة دي؟ هنشوفه مع بعض. طفلين خالهم حبسهم جوه قبر مع مامتهم الميتة. ازاي وليه وفي حد يعمل كده؟ هو ده اللي حصل بالفعل في محافظة الشرقية. سيدة كانت حامل وللأسف يحصل حادث لزوجها فيموت في شهرها الأخير أثناء حملها. مات قبل ما مراته تولد بشهر. طبعا حالتها النفسية سائد جدا لأن هي كانت خلاص على وشك إن هي توضع مولودها الثاني. كان عندها بنت، البنت دي كان اسمها ياسمين وكان عندها 5 سنين. هي كانت حامل وحصل الحادثة لجوزها، لكن هي ما استحملتش الموضوع لأنها كانت حالتها النفسية متدمرة جدا، وده أثر كمان على صحتها مع مضاعفات الحمل. فهي مع الألم الشديد ده ومع سوء حالتها الصحية والجسدية طبعا دخلت تولد وهي تعبانة جدا، وكانت حاسة ان هي هتموت. والكلام ده قالته لأخوها قبل ما تدخل أوضة العمليات. قالت لأخوها أنا حاسة إني هموت، أنا حاسة إني مش هخرج من الأوضة دي حية، أنا حاسة إني هموت، خد بالك من بنتي ومن البنت اللي جاية. هما كانوا الدكاترة شاكين إن هي حامل في بنت، لكن هي لما وضعت ولد. لكن حصل اللي هي كانت حاسة بيه واللي هي كانت متوقعه. ماتت أثناء الولادة، ماتت وهي موصياه أخوها على بنتها ياسمين وعلى الطفل اللي لسه ما سمهوش واللي هتولده بعد ساعات بسيطة عشان تموت أثناء الولادة ويحصل اللي كانت حاسة بيه. طبعا أخوها خدها ودفنها، والبلد كلها كانت زعلانة عليها. القرية بأكملها كانت زعلانة وحزينة على البنت اللي ماتت هي وجوزها في عز شبابهم ورا بعض في خلال شهرين، وعلى الطفلين اللي بقوا أيتام أب وأم مرة واحدة. طبعا حزن شديد جدا وحاجة تفطر القلب. انت لو شفت الطفلين اللي بقوا ايتام، البنت اللي عندها 5 سنين اللي بقت يتيمة اب وام، والطفل اللي اتولد يتيم اب وام، دي حاجة لوحدها تثير الشفقة في قلب اي انسان لو كان ايه. لكن اللي حصل في القصة دي ما كانش كده. احنا بنتعامل مع ناس قلوبها كالحجارة او اشد قسوة. حجارة ايه؟ القلوب. والإجرام اللي حصل في القصة دي مفيش حاجة توصفه أبدا. الخال أخد البنت والولد اللي لسه في اللفة بعد ما دفن مامته، راح جابه من المستشفى وأخده ورايح بيه بيته عشان تقابله مراته. ويحصل اللي محدش يتوقعه، مراته تقابله بثورة كبيرة جدا. ايه ده؟ انت جايب لي ايه؟ انت جايب لي مين؟ وانا قادر اربي عيالي عشان تجيب لي كمان عيلين؟ وانا اشيل همك وهم عيالك وكمان هم ولاد اختك؟ روح شوف هترميهم في اي مكان ولا هتعمل فيهم ايه؟ انا مش هربي العيالين دول، خدهم ارميهم. طبعا الزوج كان سلبي جدا ومسالم
ويعني لا بيهش ولا بينش زي ما بيقولوا، كان منصاع وساكت قدام كلامها، حتى ما بيرجعهاش ان هي قالت له انا هسيب لك البيت وهسيب لك عيالك وعيال اختك وربيهم انت بقى. طبعا وقف مش عارف يتكلم وساكت، فسكوته ده خلاها تعلي سقف افتراها وجبروتها وقسوتها وظلمها وحقدها وطمعها. ولو جبت كل الصفات اللي توصف البني آدمة والبني آدم ده مش هلاقي كلام. فخلاها تفكر في ايه بقى، بدل ما هي كانت بتقوله ارمي الطفلين دول ولا روح وديهم لأي دار أيتام ولا خلي أي حد غيرنا يربيهم، لأ، دي قالت له حاجة تانية خالص. دي قالت له ما تيجي نخلص على العيلين دول. أيوة كده، نخلص عليهم عشان نورثهم، ما هم خلاص ما بقى لهمش حد. ده حتى اختك لو كانت جايبة بنت كنا هنورث، عشان كده عندها بنتين، لكن ده جابت ولد، يعني مش هناخد أي حاجة، وهي وارثة من جوزها وكمان ورثها انت هتاخده. ما تيجي نخلص على العيلين دول وهنقول ان هم ضاعوا أو اتخطفوا أو راحوا في أي داهية، هنبقى نتصرف ساعتها وكلها سنة ولا سنتين من غيابهم وهنورث وناخد كل حاجة. طبعا الزوج ما كانش بيتكلم ولا بيهش ولا بينش، وطبعا الفلوس والثروة لعبت في دماغه وقال صح، عائلين زي دول ياخدوا كل الفلوس دي، ماخدها أنا وأخواتي. فقالت له تعمل ايه بقى؟ قالت له خد العيلين دول وروح ادفنهم جنب امهم، اهو قبري لامهم هما الكل. هتعمل فيهم ايه يعني؟ لو هيصعبوا عليك تقتلهم حطهم صحيين وخد للبت دي اي لعبة اليها بيها. الشيطانة بتفكر وبتملي للشيطان واقف، لا بيحرك قلب ولا لسان ولا حتى بيراجعها، ونسيوا ان فوقهم رب عظيم رحيم ما بيرضاش بالظلم أبدا ولو بعد حين. فعلا الخال اللي مفروض اللي هو الخال والد، اللي مفروض لسه دافن أخته بقالها يوم، اللي مفروض يكون متأثر وحزين على أخته وعلى عياله اللي اتيتموا، أخد البنت والولد وراح بيهم القبور بالليل زي الحرامي زي اللص، وفتح القبر اللي كان ليه بوابة حديد ودخل البنت والولد. البنت لما دخلت قعدت تعيط وتصرخ وخافت، قالت لخالها انا خايفة من الضلمة وديني عند ماما. قال لها مامتك هتجيلك دلوقتي، ما تخافيش هتجيلك دلوقتي وهتجيبلك اكلك وشربك وكل اللي انت عايزاه، وخدي الشخشيخة دي العبي بيها وهي كلها 5 دقايق وهتجيلك. واخد بعضه ومشى وخرج وقفل عليهم القبر بالليل، مستحاش ولا قلبه رق لمنظر أخته اللي دفنها بقالها يوم، اللي لسه جثتها زي ما هي ملحقتش الأرض تاكلها ولا لحقت تتحلل، اللي لسه جثتها زي ما هي عطرة من ريحة المسك اللي مدفون بيه كفنها، ما كملتش يوم. ما صعبتش عليه أخته اللي راحت في عز شبابها ولا عيالها، لأ، ده جاي يقتل عيالها جنبها ويحبسهم عشان يعمل جريمته دي ويروح على بيته. الأطفال دول فضلوا محبوسين 21 يوم جوه القبر ده. اللي حصل هنا بقى ده قدرة ربنا سبحانه وتعالى، يوصف بمعجزة، يوصف بحادث جلل ملوش تفسير العقل يقف ويعجز عنده. دي رحمة ربنا. حارس المقابر كان بيسمع بالليل صوت أطفال بتضحك، أحيانا أطفال بتعيط، وصوت حاجة بتخربط جوه القبر. الحارس خاف، لكن هو متعود على كده، متعود ان هو يسمع حاجات جوه القبور، وكان قلبه جامد شوية ودي شغلانته اخد عليها. لكن في الموضوع ده الأمر طول، الموضوع ده مستمر على طول، يدوب بقف ساعة ساعتين ويرجع تاني الخربطة لجوه القبر، صوت حاجة بتخربط جوه، صوت الضحك، صوت البكا، والصوت ده مش بيخرج غير صوت أطفال بس.
لدرجة ان هو راح مشي ورا الصوت وراح عند القبر، قال ده اللي مدفون هنا ست كبيرة، يعني سيدة مش طفل ولا حاجة، عشان يخرج صوت الأطفال ده. فضل يسمع الصوت ده حوالي 4 أيام كل يوم، ومتكرر وبيحصل وقت ورا التاني، لدرجة إن هو خاف. بدأ الخوف يدخل في قلبه، وساب المكان ده لمدة أسبوعين. أيوة، ساب المكان لمدة أسبوعين كاملين، من شدة رعبه وخوفه، ومن كتر ما هو خايف إن هو بيتخيل حاجة. عشان يرجع تاني بعد الأسبوعين يلاقي الموضوع زي ما هو، صوت الضحك وصوت البكا بتاع الأطفال الصغيرين لسه موجود. الراجل هنا قال لأ، في حاجة هنا مش طبيعية. عشان ياخد بعضه ويروح بعد صلاة العشاء في جامع القرية، يقول لشيخ الجامع وللناس: يا جماعة، في حاجة غريبة بتحصل في قبر أنا بسمع فيه صوت أطفال بتضحك وبتعيط، والكلام ده مستمر بقاله 21 يوم ما بيقفش. انتوا لازم تيجوا معايا ونشوف فيه ايه في القبر ده. طبعا اللي في الجامع كلهم قالوا هنيجي معاك، والشيخ كان معاهم. الخال طبعا ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، لأن الخال اللي يدبر ويخطط إن هو يقتل أولاد أخته ويدفنهم بالحياة ويحطهم في أكتر مكان مرعب في العالم جوه قبر، ودول أطفال مش يشفق عليهم، عمره ما هيكون من أصحاب المساجد اللي بيروحوا يترددوا على المساجد، ولا هيكون ليه خلطة بحد من اللي بيداوموا على الصلاة. ما عرفش أي حاجة عن الموضوع ده. الناس صلت وأخدت بعضها وراحت على القبر، وفعلا دخلوا عشان يشوفوا المشهد اللي محدش يتخيله. أول ما فتحوا القبر لاحظوا عيون بتنور جوه القبر، عيون الطفلة عكست الضوء اللي كان معاهم في المصابيح. لما قربوا ودخلوا، طبعا كانت حاجة مرعبة، لما قربوا ودخلوا بانت ملامح البنت وبان وشها، والبنت قعدت تضحك لما شافتهم. المشهد كان عظيم وكان مرعب، كان مخوف. الناس اندهشت، الناس قلوبها كانت هتقف من الرعب ومن الخوف، لولا ان هم اتعرفوا على البنت. ايه ده؟ انت ياسمين؟ دي ياسمين؟ انت ايه اللي جابك هنا يا بنتي؟ انت ايه اللي جابك هنا وايه اللي قفل عليكي هنا؟ قالت خاله جابني هنا وقال لي مامتك هتجيلك، وقفل عليا انا واخويا. طبعا الاهالي اخدوا البنت والولد وفورا راحوا على نقطة الشرطة اللي في القرية وبلغوا الضابط باللي حصل، عشان يتقبض على خالهم ويعترف بجميع كل حاجة، ويقول أنا حابس البنت والولد بقالي 21 يوم. لكن هنا السؤال بقى اللي محد، يعني السؤال اللي كل الناس هتتخيله: انت حابسهم بقالك 21 يوم؟ قال طب ازاي الأطفال دول عايشين؟ ده يعني هما لو عدى عليهم يومين من غير مية، من غير شرب مية بس، يعني خلاص يحصل جفاف وبعدها يموتوا. وكمان الهوا المكتوم اللي جوه القبر ده يخنقهم، ودول أطفال ما يستحملوش. فراحوا سألوا البنت: انت كنت طول الوقت ده عايشة ازاي، قاعدة ازاي جوه القبر ده؟ قالت: لما اخويا كان بيعيط كانت ماما بتقوم تشيله ترضعه وبعد كده تنام. قالت كل ما يعيط ترضعه وتضحك لنا وتنام. وانا لما كان في راجل بيجيلي لابس جلابية بيضة ودقنه بيضة، عمه كان بيجي يأكلني ويشربني لبن ويشربني مية ويلعب معايا انا واخويا كمان. ايوه، قالت لهم كده، البنت قالت كده. الناس مصدقوش، الناس يعني عقولهم كانت هتشت. راحوا قالوا لخالها، سألوه: انت كنت بتروح للأطفال دول جوه القبر تأكلهم أو تشربهم؟ قال لأ، أنا من ساعة ما قفلت عليهم ما دخلتش ليهم خالص ولا فتحت القبر دي لمدة 21 يوم. طيب
مين اللي كان بيدخل يأكل الأطفال دول؟ اللي لابس جلابية بيضة واللي دقن بيضة. طب ازاي الأم كانت بتقوم ترضع الطفل وهي ميتة؟ اللي بنسمعه ده حقيقي. طب الطفلة هتكذب ازاي؟ طيب خلاص، راحوا جابوا دكاترة عشان يكشفوا على البنت والولد، لقوا البنت والولد صحتهم كويسة جدا، وكمان عملوا لهم تحاليل وأخدوا عينات. اكتشفوا إن الولد والبنت دول فعلا أكلين وشاربين لبن وشاربين مية مكفياهم ومخليه صحتهم كويسة جدا، زي ما يكون عايشين في بيتهم وحد بيهتم بيهم وبيراعيهم. مش الموضوع موقفش عند كده، الطب الشرعي كمان جابوا جثة الأم عشان يشوفوها، واكتشفوا إن جثة الأم زي ما يكون لسه ميتة دلوقتي. الأم جثتها لسه زي ما يكون ميتة، يعني الأم طول 21 يوم دول كانت عايشة، كانت بترضع الطفل فعلا. الأم جثتها مش باين عليها أي آثار للموت، ولا كأنها ميتة من أسبوع حتى، لا دي كأنها لسه ميتة دلوقتي، جثتها زي ما هي، جثتها سليمة مش متحللة، جسمها لسه طري ودافي. الناس هنا ما كانتش مصدقة، الدكاترة مش مصدقين، مش مستوعبين، حاجة تفوق تخيل وإدراك العقل البشري. لكن دي حاجة بسيطة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مرضاش إن الأطفال دول يترموا كده في المكان الموحش الضلمة ده. ربنا خلى الأم الميتة ترضع، وأرسل، الله أعلم اللي أرسله ده ملاك ولا روح ولا إيه اللي راحت تلاعب الأطفال دول وتهون عليهم وحدتهم والظلم اللي وقع عليهم. ربنا عمل يعني أقل حاجة توصف الموضوع ده، يعني حادث جلل وعظيم، يعني تكاد تكون معجزة بعد ما انتهى عصر المعجزات، عشان يفضح الخال الظالم وزوجة الخال الجحدة اللي حرضته على ولاد أخته، وعلى إن هو يدفنهم بالحياة ويأذيهم بدل ما يحنوا عليهم ويعوضهم عن رحيل الأب والأم. الحادثة دي اللي تفوق حدود العقل البشري حصلت في مصر، قلبت الدنيا وقلبت الرأي العام كله. ربنا ما برضاش بالظلم، ربنا العدل موجود، ربنا قادر يفضح الظالم ولو في عقر داره. ربنا قادر على كل ظالم، والضعيف مهما قلت حيلته ربنا سبحانه وتعالى بوجوده جنبه هيخلي أهل الحيل يتعجبوا من قدرة ربنا في إن هو يجيب له حقه وإن هو يرده ولو كره الظالمون. للمزيد من القصص المرعبة والحقيقية والحصرية ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.